احكي لكم قصة باللغة العربية الفصحى، واعذروني لو فيها غلطات لاني ما خشيتش مدرسة نهائي. يحكى ان قاضيا من قضاة الرشوة تخاصم عنده اثنين، واحدهما تاجر الدجاج والاخر تاجرا في البطيخ. ارسل له تاجر الدجاج قفص من الديوك كرشوة، وارسل له تاجر البطيخ 5 بطيخات. فقرر القاضي أن يحكم لصاحب الدجاج باعتباره أعلى ثمنا، فطبخت له زوجته أحد الديوك. وبعد أن أكله قال لزوجته: احضري لي بطيخة. فقالت له: لما ذلك؟ فأنت ألم تقرر أنك تحكم لصاحب الدجاج؟ فقال: لا بأس، ولكن أعطني بطيخة لأذوقها. فشق البطيخة فوجد داخلها ليرة من الذهب، وشق الأخرى فوجد داخلها ليرة من الذهب. فقرر أن يحكم لصاحب البطيخ، وفورا نطق بالحكم صاح تاجر الدجاج وقال: ما بال مؤذن الفجر؟ فرد عليه القاضي وقال: كان منافق لا يؤذن بالناس ولا يصلي معهم. أما الآخر فكان يكتم إيمانه في قلبه، كلما شققنا وجدناه ناصعا لامعا براقا.